طيب عايزين اسم واحده مثلا قالت لك كلام غلط على فرح او حاولت توقع ما بينك وما بين فرح. رنا. بس ولا رنا؟ مين رنا يا فرح؟ يا جماعه انا شخص صريح. بيهبد اي اسم. ثانيه واحده، بتهبد اي اسم؟ لا والله رنا. لا والله واحده اسمها رنا بجد. رنا في واحده انا ما كنتش اعرفها بالظبط. لان انا حد ما اعرفوش ده اصلا. مش صريح على طول. انا صراحه انا احب البس الناس. لك سيد علي غزان يفضح رنا، انا موجود. المشكله بجد ان انا ما اعرفش مين رنا اصلا. مش مهم اعرف مين بقى، عايزين نعرف واعمل مشاكل. بس هو كان عاوز يعمل مشاكل وهو واقف. طب اشرح لنا الموقف ده حصل ازاي؟ لا هقول لك حاجه، انا فرح لما جيت عرفتها، انا طبعا كنت اعرف ليا علاقات سابقه كثيره كثيره يعني ما كانش اتنين بس. ما انا قلت لك الحب اللي يعني ليه علاقات، كان اتنين. فانا كان عندي تراست ايشو ان انا كل علاقاتي كانت علاقات فاشله، وكان يعني من وجهه نظري الشخصيه كان من الطرف الاخر. فيوم ما عرفت فرح فانا كنت سالت عليها طوب الارض، عايز اعرف البنت دي كويسه ولا لا. فاول حاجه عشان تدخل على جواز وتتاكد ان البنت دي كويسه ومحترمه، اسال البنات صحابها اللي متخانقه معاهم. ليه متخانقين؟ صحابها دي ملاك. ده ممكن ينضفوا لها الريش، فاهم؟ انما اللي متخانقه معاها هتطلع البلاوي. في واحده من الناس بجد رحت قلت لها ايه رايك في فرح وهي كانت متخانقه معاها، قالت لي بص انا مش طايقاها بس دي انضف واحده انت هتعرفها في حياتك نقطه. رحت قلت لها بحبك عايز اتجوزك على طول. شكرا. فدي من الناس اللي هي انا هنا كنت شايفه ان في ظلم. ليه؟ لان انت لما تروح تسال، يعني طبعا الحمد لله ربنا بيحبني وطلع ان حظي كويس ونيتي كويسه، بس لو شخص مش بيحبني فهو هيطلع اسوء ما فيا. بالظبط. فدي عامه ده مش ريفرنس للولاد او البنات. لا لان مش كل الناس. هو يعني موضوع ريشيو. انا اتضايقت جدا وعملت معاه مشكله ساعتها، قلت له انا شخص اصلا سمعتي كويسه جدا الحمد لله، ودي حاجه واضحه. ممكن تسال اراوند، يعني تسال بطريقه معينه. انا لما اسال حد بتخانق معايا عمره هيقول عني حاجه حلوه، كلام وحش وهم من اعز اصدقائك، يبقى الناس دي ما ينفعش يكونوا اصدقائك تاني. وقد حصل. في ناس سالتهم عليها بعد ما ارتبطنا واتكلموا عليها اوحش كلام، وهي كانت بتحبهم وكانوا بص واكلين يعني شاربين مع بعض. كلام مش لطيف، كلام غير حقيقي، غير البنات كلام غير حقيقي. مش حابين غيرانين يعني انتوا مع بعض. بس لما جيت واجهتهم هم طبعا انكروا شايفين طبعا علي غزلان خطيبها اصل انا عندي مبدا شيك ابن ناس عيلته كويسه معاه يعني فلوس حمو بيكا عينيه خضراء رموشه زرقاء الحاجات دي كلها. ده حد في الحلم حسين هو لك امور. هو ده من الناس يا جماعه حقودين الذي لا يكرهون الحب للناس